فراشة، دبدوب. عملنا أحلى كاندي في البيت عشان رحيم العسل لما يجي هفاجئه بيه، بس يا رب يعجبه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله يوم الاجازه بتاع الاطفال الحلوين، فقلت اعمل لهم بقى حاجه حلوه هنا في البيت على السريع كده. هنعمل لهم كاندي. رحيم مدمن كاندي. معلقتين كبار جيلاتين، لسه شويه صغيرين خالص اهو نحطهم. طبعا هوديه الحضانه، ضم الحضانه عايز كاندي او بنسميه ضمي، فانا ان شاء الله النهارده اعمله في البيت، ولما يجي هنشوف رد فعله لما يلاقي معمول جاهز. هو متعود ان هو يشتري من المقلة اللي تحت الحضانة، فاحنا هنعمله له بقى، هنصدمه ونشوف رد فعله لما يجي هيتبسط ولا لا. الكاندي مش محتاج اي حاجة يا جماعة، كل الحكاية معلقتين اتنين جيلاتين زي ما احنا شايفين كده، هنقلبهم في ميه سخنة. معلقتين اتنين جيلاتين، كيس جيلي، اي جيلي تحباه، وحابة تكتري وتعملي انواع كتير اعملي. انا اخترت جيلي الفراولة وبحب اللون الاحمر، ومعلقتين سكر، ولو مش عايزة تحط سكر مش مشكلة متحطيش. بس دي كده كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. ده الجيلاتين بتاعنا، معلقتين جيلاتين. طبعا انا عملت لكم فيديو عن فوائد الجيلاتين، يا ريت كلنا نرجع له لو حابين تعرفوا فوائده. في اخت حبيبه عندي صديقه بتسالني الجيلاتين بيجي منين، بيجي من عند العطار. انت ممكن ما تلاقوش عند اكتر الناس، بس موجود متوفر يعني عند الناس العطارين. كيس جيلي فراولة، طبعا بتحطي أي نوع من الأطفال بيحبوه، ممكن تحطي كذا نوع. أنا بصراحة هو بيحب اللون الأحمر، فأنا هعمل له جيلي فراولة. وهحط عليه كمان معلقتين سكر، سكر اختياري، حابة تحطي مش حابة مش مشكلة. أنا كان عندي قوالب سيليكون تانية، بس بصراحة دورت عليها مش لاقيها، أو تلاقيني ضايعة في ألعابه، فأنا ملقتش قدامي بقى إلا القالب ده، فض في القالب ده وخلاص. بعد ما نقلب الجيلي هنحطه مع الجيلاتين على النار دقيقة واحدة بس، قبل ما نفضيه في القوالب السيليكون. هتدخليه التلاجة وهيبقى معاكي أحلى كاندي أو جمي. انت اللي عاملاه وعارفة انت حاطه في ايه، مفيش في أي حاجة مش طبيعية، كل حاجة طبيعية خالص فيه. بيقف على النار وهنفضيه في القوالب السيليكون بتاعنا. ونفضيه في القالب ونحطه في الفريزر، في التلاجة قصدي، لغاية ما يجمد. بعد كده لما رحيم يجي ان شاء الله هنشوف هيفرح بيه ولا لا، وهنشوف النتيجة عاملة ازاي مع بعض.
هنفضيه بقى في القالب زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. طبعا لو في قالب صغيرة هتبقى شكله حلو برضه. بس كده هدخله التلاجة، ولما يطلع ان شاء الله اوريكم شكله عامل ازاي. ده شكل العسل بتاعنا اهو، شايفين الجمال؟ شكله جميل جدا. يا رب يعجب رحيم بقى لما يجي. هنطلعه بقى من ال اسمه ايه، نطلع واحد سهل شوية. هنطلعه من القوالب بتاعتنا السيليكون. بسم الله. هيبقى من المنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هنطلع بقى كل اللي احنا عملناهم دول. وزي ما قلت لك لو عندك قوالب سيليكون تانية ممكن هتعملي، بس انا بصراحة ملقتش القوالب التانية، هو مضيعها اصلا. وبالشكل ده يبقى انت اللي عملتيله الكاندي الجميل او الجام زي ما هو مش مسميه في البيت، وعارفة انت عملتيه ازاي، واكيد هيتبسطوا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت متتخلوش على لايك ومشاركة الفيديو ومشاركة في القناة. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.